فلو بنتكلم على بداية الاحتفال بعيد الأضحى، هنجد إن البداية كانت مع الخلافات الإسلامية، الدولة الطولونية، ثم الدولة العباسية، ثم الإرشيديين، ثم الفاطميين، وكانت البداية الحقيقية في العصر الفاطمي. فهنجد إن احتفال عيد الأضحى كان متميز جدًا في العصر الفاطمي، كان بيبتدي سواء كان عيد الفطر أو عيد الأضحى، بيبتدي إن الخليفة الفاطمي بيخرج من القصر بتاعه، يبتدي يتجه للمسجد. طبعًا المفروض كان بيصلّوا في جامع الأزهر، تمام. يبتدي يبقى في موكب تحضيري خاص بيه، الموكب دوّة بيشمل الوزير اللي هو يعتبر رئيس الوزرا في العصر الحديث، معاه قائد القضاة، معاه موكب كامل من الفرق العسكرية اللي موجودة في مصر، في إمم. منظر بيوضّح هيبة البلد قد إيه وقوتها، ما كانش منظر ترفيهي فقط، بيوضّح إن البلد قد إيه متماسكة، مترابطة، فيها جيش قوي، فيها فرق عسكرية منظمة. فكان الموكب بيبقى ممتد، بيخرج من القصر بتاعه. المفروض القصر بتاعه كان حاليًا ما هو قصر بيسمى قصر أمير بشتاج، ده تمام. موجود فين؟ بالقرب من حارة الدرب الأصفر إمم. في الجمالية. قبل ما يبقى قصر أمير بشتاج كان إمم. القصر الفاطمي، كان بيتجه الموكب بيخرج يبتدي من عند باب النصر لحد ما نصل لفين؟ لجامع الأزهر. بالقرب من جامع الأزهر بيبقى يعني في كان بيبقى صالة، استعراض كبير يعني. مساحة تمام. بيصلي صلاة العيد، إمم. وبعد ما يصلي صلاة العيد يبتدي إن هو يلقي الخطبة. الخطبة دي كان بيعدها له ديوان الإنشاء اللي هو وزارة الأوقاف في العصر الحديث، تمام. بيبتدي إن هو يطلعوا عليها قبلها بيوم. بعد صلاة العيد يبتدي الخليفة هو اللي يلقي خطبة العيد. إمم. بعد كده بيرجع تاني في موكب تاني، يبتدي يجهز بعد ما يرجع القصر. هو طبعًا هو بيبتدي في الموكب ده بيبقى لابس العباية البيضاء وفيها زخارف بالفضة والدهب. أمّا يرجع القصر تاني يبتدي يلبس عباية لونها أحمر. يبتدي بعدها يروح المسبح أو المنحر اللي هو بيتم فيه عملية الضبط. الذبح أو النحر. تمام. المسبح ده كان موجود فين مكانه؟ في حارة الدرب الأصفر برضه. الحارة دي كان ليها باب من خشب، إمم. كانت مفصولة عن شارع المُعز دلوقتي، هو دلوقتي اتفتحت على بعض، صحيح. بس زمان أيام الفاطميين كان في شدة جدًا ودقة والبوابات بتتقفل بالليل، وكان في تمام. إمم. الموضوع كان فيه تنظيمي طب أنا عايز أكتر. أعرف الشعب كان بيحتفل إزاي؟ زي ما إحنا بنحتفل كده برضه تمام، باللبس الجديد والعيدية تمام، والحاجات دي، والّا تمام. كان في اختلافات؟ تمام. بعد ما بيتم عملية الذبح هو طبعًا بيتجه للمنحر أو المذبح بتاع الدولة الفاطمية في الوقت دوّة. بيذبح في أول يوم العيد بيذبح 31 ذبيحة، إمم. تاني يوم العيد بيذبح 27 ذبيحة، تالت يوم العيد بيذبح 23 ذبيحة. اشمعنى بعد الأرقام دي يعني؟ مقسّمها هو بيحس إن هو بيقلل 4 من كل حاجة، على اعتبار إن هم 4 أيام عيد الأضحى. تمام. جميل. بيبتدي بعدها إن هو بيوزّع طبعًا اللحمة على كل فئات المجتمع، سواء المسيحيين والمسلمين، لإن ده بيوضّح إن كان في ترابط بين الفئات المختلفة. علاوةً على ذلك بيبتدي بعدها إن هو بعد ما يوزّع يبتدي بقى الاحتفالات من بعد الظهيرة. تمام. إيه بقى مظاهر الاحتفالات دي كان بقى؟ بيبقى مظاهر الاحتفالات في مجموعة من طبعًا في الفرق الموسيقية بجانب الألعاب المختلفة. كان في فريق اسمه صبيان الخِف، الخِف دي المقصود منها اللي هي اللي بيعملوا حركات خفيفة سريعة تمام. الحركة، زي ألعاب بهلوانية كده بالخيول، بيرفعوا حملة الأعلام. في مشهد بيوضّح برضه على الرغم إن هو مشهد ترفيهي وبيوضّح الليونة والحركة والنشاط في الصبيان دول أو الفرق العسكرية دي، ولكن بيوضّح قد إيه قوة البلد، إن عندها إمكانيات بالشكل ده، عندها قدرات، شباب عندهم طاقة، عندهم قدرة بدنية كبيرة جدًا. في مشهد ترفيهي بيبتدي السلطان يتفرّج عليه، الخليفة ويستمتع بيه جدًا. بيعمل بعدها إن هو بيحاول إن يعطي العيدية لل سواء كانوا بقى الأرباب الوظائف المختلفة، كانت بتسمى العيدية في الوقت دوّة التوسُّعة، دي في وثائق الوقف، وبتسمى الرسوم في دفاتر الدواوين. بيبتدي يدّيها لهم بجانب إن هو كانوا بيحطوها في أكياس، ويبتدي إن هو يعطيها ليهم. إضافة على ذلك كان في أوقات بيطلع فوق أعلى القصر، شرفة القصر، ويبتدي ينثر العيدية على أطياف الشعب المختلفة اللي جايين تمام. يعيّدوا